النهارده هنتكلم عن الفرق بين وايل ووين. ركز معايا. النهارده هنتكلم عن وايل ووين، ودول أداة ربط بتربط زمنين، زمن ماضي مستمر وزمن ماضي بسيط. عشان أعرف أتقن اللغة دي أو أتقن القاعدة دي هعرف إيه الزمن المستمر، إيه الحدث اللي بيقول لي في الجملة إن ده استمر لفترة، وإيه الحدث اللي قطعه. فوايل بتيجي بعديها الحاجة اللي استمرت، الناحية التانية الحاجة اللي قطعتها. طبعا احنا عارفين ان الماضي المستمر بيتكون من was و were زائد الفعل زائد ing، والماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل. لو نسيت الماضي البسيط والماضي المستمر ارجع في الفيديوهات تشوفهم وحاول تيجي تكمل عشان تقدر تفهم معايا باقي القاعدة. يبقى انا عندي while ماضي مستمر، الناحية الثانية ماضي بسيط. لما اقول مثلا while I was playing football احمد come home، بينما أنا ألعب كرة القدم أحمد رجع إلى البيت. طيب ممكن أحطها بصيغة تاني، ممكن وايل تيجي في النص، فهجيب الماضي البسيط في البداية. يعني أنا لو عندي الجملة دي هقول أحمد come home while I was playing football، أحمد رجع البيت بينما أنا كنت بلعب كرة القدم. عشان تعرف تحل القاعدة دي مهمة جدا فكرة تعرف مين المستمر ومين الحدث اللي قطعه. تمام؟ طيب نيجي نشوف وين العكس. عكسها ازاي؟ بحط الماضي البسيط الاول وبعد كده الماضي المستمر. لما اقول when he come لما هو رجع، تمام، I was playing football انا كنت بلعب كرة القدم. طبعا لو عايز اعكسها او احط when في النص فهتبقى الماضي المستمر في البداية when ماضي بسيط. يعني هنا I was playing football انا كنت بلعب كرة القدم when he come او when احمد come لما هو رجع. كده عرفنا ايه الفرق بين while و when. ممكن كمان while تيجي بعديها الفعل مضاف له ing. لما اقول مثلا while playing football على طول اثناء لعب كرة القدم، تمام، احمد come home احمد رجع للبيت. كده خلصنا كل الوايل وين. لو انت اول مرة تسمعني اعمل اشتراك في القناة هيصلك كل جديد.